سؤال بسمعه كتير جدا لمرضى بيجوا لي في الاستشاره بتاعتهم او في المتابعه بتاعتهم بعد شهر او شهرين، يقول لي انا ما استفدتش من الادويه خالص. انا ليه ما استفدتش من الادويه دي؟ هنقول في الفيديو ده ايه اسباب عدم استفاده المريض من الخطه العلاجيه اللي حاطينها. اهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. اول سبب لعدم الاستجابه للخطه العلاجيه هو انك تبقى فاكر ان الادويه بتشتغل بسرعه اسرع من الفتره اللي محتاجاها عشان تشتغل. بمعنى ان الادويه المناعيه معظمها بياخد 2-3 شهور عشان يشتغل، عشان نقدر نحكم عليه حكم نهائي. فكتير من المرضى في خلال شهر ما يبقاش فيه تحسن كافي، عشان كده بنعمل كوبري زي ما قلنا قبل كده، او نغطي الفتره الاولانيه بكورتيزون ومضاد للالتهاب. امال ليه بنطلب نشوفه استشاره بعد شهر؟ علشان مش بس نشوف الاستجابه، عشان نشوف كمان تفاعله مع الادويه بصفه عامه. نمرة 2، ان ممكن يكون مر الفترة الكافية جدا وللأسف هو فعلا المريض ما استجابش للأدوية. وانا بيبقى ردي دايما على المريض لو في دواء واحد بيفيد كل المرضى ما كانش يبقى فيه مشكلة، لانه ما كانش يبقى فيه أدوية تانية. لكن دايما في نسبة من المرضى لا تستجيب للأدوية، والمجموعات الدوائية المختلفة لها نسب نجاح مع المرضى مختلفة عن بعض. فعلى سبيل المثال في الروماتويد الادويه التقليديه نسبه نجاحها بتحسن 6 من كل 10، ففي 4 بيفضلوا ما يتحسنوش. الادويه الموجهه بتحسن 8 من كل 10، ففي 2 بيفضلوا ما يتحسنوش. الادويه البيولوجيه على اختلافها برضو 8 من كل 10، ففي 2 بيفضلوا ما يتحسنوش. طيب احنا بنغير الدواء على حسب الاستجابه. الاستجابه بنعرفها ازاي؟ الكشف السريري نمره 1، ثم الكشف السريري نمره 2 لغايه نمره 10. بعد كده استخدام اشعه السونار او استخدام التحاليل زي سرعه الترسيب والسي ار بي. طيب لو لقينا كده بنغير لخطه علاجيه اخرى. احنا مش محظوظين زي دكاتره الضغط اللي هم بيبقى عنده فرصه بعد اسبوع يعرف اذا كان الضغط نزل ولا لا، انا لازم استنى شهرين. هي دي المشكله الرئيسيه. انا بحاول اوضح ده للمريض في اول زياره، بعضهم بيبقى مقتنع وبعضهم بيبقى عايز يتحسن بسرعه لان وراه مسؤوليات، ست وراها بيت، راجل وراه شغله، النفسيه بتاعتهم مش احسن حاجه فعايز يتحسن بسرعه. النقطه الثالثه وهو ظهور اعراض جديده تخلينا نغير التشخيص. ايه ده؟ يعني انت يا دكتور حسام مش مشخص التشخيص المظبوط الاول؟ في بعض الاحيان بيبقى كده. ظهر لي التهاب مفاصل وعملت تحاليل الروماتويد في البدايه والتحليل المبدئي بتاع الذئبه طلعت مفيش. بعد شويه بدات تظهر اعراض تانية، عدت التحليل بتاع الذئبه طلع ان في ذئبه بدات تظهر في اجهزه تانية، فده يخلينا نغير الخطه العلاجيه. عشان كده المتابعه مهمه جدا. نمره 4، عدم التزام المريض بالادويه. يعني ايه؟ يعني نلاقي كتير قوي ان المريض اصلا ما خدش الادويه زي ما احنا كاتبينها، الصيدلي كتب له جرعه غلط، او هو خدها بطريقه غلط، او حصل له اعراض جانبيه من دواء فقرر من نفسه بدون الرجوع للدكتور انه هيوقف صنف، لان الروشته فيها 5-6 اصناف، والصنف ده هو اللاعب الرئيسي في الخطه العلاجيه. نمره 5، ان المريض بقى ما عملش بقيه الحاجات اللي تهدي لنا المناعه، زي ان العامل النفسي بتاعه يبقى كويس، زي انه يبتعد في الاكل عن الملح والدهون، زي انه يبدا رياضه متوسطه تتناسب مع حالته الصحيه، زي انه يهتم بالاسنان، زي انه ينام كويس، زي انه يشرب كميه كافيه من الميه، زي نظام غذائي كويس، زي تمرينات خفيفه في البيت. كل الحاجات دي بتهدي لنا المناعه وتزود من فرص الاستجابه للادويه. اطمنوا، اللي ما استجابش على الخطه العلاجيه الاولى في الغالب لما بنغير الخطه بيستجيب، وبنفضل ورا المرض لغايه اما نوصل ان شاء الله لاستجابه كامله. ودمتم سالمين.